من احلى والطف واجمل الحاجات ان انتي تفضلي محافظة على صلاتك بشكل طبيعي طول فترة الحمل. يعني ما تصليش وانتي قاعدة. في حوامل كتير مننا لما تلاقي نفسها في الشهور الاخيرة وخلاص تعبانة فتقوم تصلي وهي قاعدة. شرعا الجزء اللي هو صعب عليكي او انتي بتعمليه بصعوبة او غلط او خطر عليكي لو انتي عملتيه، ربنا رخصلك ان انتي تعمليه بشكل تاني ما يضركيش. خدوا بالكوا ان مش الصلاة كلها من اولها هنعملها واحنا قاعدين او هنصليها واحنا قاعدين، لا ده هو بس الجزء الصعب عليا. صعب عليا الركوع فهعمله بشكل تاني، صعب عليا السجود هعمله بشكل تاني، لكن مش الصلاة كلها. بس في حاجة انا عايزة اقولها، طبعا كل واحدة فينا في حملها مختلفة عن التانية. لو انتي الحاجة دي او الجزء ده من الصلاة هيضرك طبيا جدا وهيضرك صحيا جدا وخلاص فعلا ممنوع منعا باتا، فده طبيعي انتي ما تعمليهوش ومحدش يقدر يتناقش اصلا معاكي في الحاجة دي. طب لو هو الموضوع بس ان انا بستصعب اعمل الجزئية دي، او ان الصلاة او الجزء ده من الصلاة بقى لود عليا، ففي دي بقى انا عايزة اقول حاجة. احنا بنيجي على نفسنا طول اليوم في كل حاجة. يعني بتيجي على نفسك وانتي بتغسلي المواعين، بتيجي على نفسك وانتي بتغيري ملاية السرير، بتيجي على نفسك وانتي بتنضفي، بتيجي على نفسك وانتي بتسحبي الهدوم من الغسالة وموطية ومتمرمطة. بنيجي على نفسنا في كل حاجة، بننزل واحنا اصلا مش قادرين، فبرضه نيجي على نفسنا شوية واحنا بنصلي. الحاجة التانية ان الصلاة في حد ذاتها اصلا تمارين مفيدة جدا لصحتك وانتي حامل. يعني دايما اللي عايزة تولد طبيعي حافظي على صلاتك وانتي واقفة، وحافظي على حركتك طول فترة الحمل عشان تسمح لك ان انتي تولدي طبيعي بشكل سهل. فحاولي ان انتي تفضلي محافظة على صلاتك. في تسهيلات ممكن نعملها، زي ان انا مثلا في اخر الحمل التوازن بتاعي مش بيبقى مظبوط، فلا اصلي في مكان واسع، اسيب مثلا كرسي على يميني او على شمالي والناحية التانية الحيطة جنبي، بحيث وانا قايمة من الصلاة لو توازني اختل اعرف ان انا اسند على حاجة وانا بقوم، او لو احتجت ان انا اسند على حاجة وانا نازلة اخد بالي من طول الاسدال اللي انا لابساه. انا عارفة ان احنا بنحب الاسدالات تبقى طويلة عشان ده شرعا وتغطي رجلينا ومش عارف ايه وهكذا، بس لا، في فترة الحمل وبالذات في الشهور الاخيرة اخد بالي ان الاسدال يكون طوله على قد عشان ما تكعبلش فيه وانا قايمة. يعني لو رجليا مكشوفة انا ممكن البس شراب، لكن مبقاش لابسة اسدال طويل يخليني وانا بقوم اقوم مكفية على وشي. دي كارثة، مصيبة. اجيب مصلية متبطنة عشان وانا نازلة تبقى ركبي مرتاحة، وانا قاعدة في التشهد ابقى مرتاحة مبقاش متألمة. احاول ان انا ايسر كل حاجة بعملها حواليا علشان افضل محافظة على صلاتي لغاية فترة الولادة.